راما حمادة هلال بنتي تلبس براحتها ومش همنعها من حاجة، بتلبس اللي هي عايزاه وابوها مش ممانع نهائي. بنت فنان كبير ومطرب من العيار التقيل، عملت ضجة كبيرة في أول ظهور ليها على السوشيال ميديا. ظهرت بعد غياب وما كانتش بتظهر قدام الجمهور خالص، ولا كان الجمهور يعرف شكلها. يا ترى ايه اللي خلاها تظهر في الوقت ده بشكل مفاجئ في حفلة من حفلات أبوها؟ ظهورها كان صادم للجمهور كله، وده لأنها الخالق الناطق أبوها بالظبط، ده حتى ما فيهاش أي شبه من مامتها. كل ده كان في ظهورها الأول على الشاشات. راما بنت الفنان حمادة هلال، زي ما بيقولوا بنت الوز عوام. في حفلة عملها الفنان حمادة هلال لأبطال مسلسل المداح، واللي شارك فيه يوسف ابنه معاه في العمل، وشهد له كل الناس إن ابن الوز عوام، وإنه فعلا فنان زي أبوه وعنده موهبة كبيرة. وكان حاضر طبعا في الحفلة دي أخته راما ومامته عشان يحتفلوا معاهم بالمناسبة السعيدة دي. راما حصل لها تغيير كبير في حياتها رغم سنها الصغير، وزي كل البنات لما بيكبروا شوية شكلها بيتغير وبيبان عليها ملامح الأنوثة. ده غير إنها خست خالص عن شكلها وهي صغيرة، وجسمها اتنحت وبان إنها كبرت، وده اللي خلى ناس كتير تقول إنها ممكن تكون عملت عملية تكميم أو نحت مثلا. لكن راما لسه ما كشفتش عن تفاصيل كتير بخصوص الموضوع ده، وكالعادة في ناس اتفقت على الكلام اللي اتقال، وناس تانية قالوا إنها أكيد ما عملتش عمليات لأن باباها بيخاف عليها جدا، ولما تعرضت لحادثة هي ومامتها وأخوها كان هيحصل له حاجة، وانهار واتصاب بصدمة عصبية من الخوف عليهم. لبس راما الجريء متلاحظ عليها من أول ظهور ليها، وإنه أجرأ من اللبس اللي بتلبسه مامتها، وده بيتعارض مع فكر باباها اللي بيتكلم عنه دايما واللي بتبين قد إيه هو ملتزم. لكن لما اتسأل قال هي حرة وتعمل اللي هي عايزاه. والناس كلها بدأت تسأل هل راما هتدخل مجال التمثيل زي أخوها يوسف ما ظهر في المداح، ولا يا ترى هيكون إيه حكايته؟ الحقيقة إن راما عاوزة تغني وعندها الموهبة وبتعمل فيديوهات على تيك توك مع أصحابها، لكنها لسه مش مشهورة قوي عشان تحقق الانتشار والشهرة اللي هي عايزاها، وده لأن محدش يعرف إنها بنت حمادة هلال، وما كانوش بيظهروا مع بعض، وأغلب ظهورها بيكون مع أصحابها وبس، وده لأنها لسه جديدة على تيك توك وما عندهاش متابعين كتير. حمادة هلال طلع وقال إنه ندمان جدا عشان ما خلاهاش هي واخوها يمثلوا من وهم صغيرين ويغنوا ويطلعوا كل مواهبهم للناس، وكل اللي كان عاوزه وهم صغيرين انهم يعيشوا سنهم، وبعد ما يكبروا هم حرين يختاروا طريقهم بنفسهم ويدخلوا مجال الفن او اي مجال هم يحبوه ويختاروه. حمادة هلال ما عندوش أي مانع يدعمها زي ما دعم أخوها يوسف ويخليها تظهر معاه وتاخد دور في أي مسلسل أو فيلم. راما حاليا بتحاول تكون ليها جمهور كبير على تيك توك زي باقي ولاد الفنانين ما بيعملوا، وبقينا نسمع إن المخرجين بيطلبوها في أفلام ومسلسلات في المواسم الجاية. بس يا ترى هيكون عندها المقومات اللي تخليها تبقى نجمة زي باقي أبناء الفنانين اللي قدروا يكونوا ليهم جمهور على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت، زي بنت شريف سلامة وداليا مصطفى وبنت الدكتور أشرف زكي والفنانة روجينا اللي كلهم اتعرفوا واتشهروا عن طريق السوشيال ميديا. فالبداية ولا هيتقال عليه زي فنانين كتير دي اتشهرت عشان ابوها حمادة هلال مش اكتر. في النهاية شاركونا في التعليقات، هل فعلا الفن في مصر ماشي بالواسطة، ولا الموهبة والجمهور هو اللي بيصنع ابطال ونجوم؟